ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. وحشتوني كتير كتير. عايزة اقول لكم بقى ان انا يعني متحمسة قوي قوي النهاردة ان انا اصور معاكم. كنت مصورة فيديو قبل كده ومكملش، وقلت اكمل معاكم بقية الفيديو، يعني قولوا ده فيديوهين في فيديو واحد. كنت مصورة المقطع دوت قبل كده وانا لابسة الطقم دوت وما نزلتوش، فلبست دوت في دوت والكلام ده يعني. فعايزة اقول لكم بقى ايه، لبست وشيكت كده و كوتش دوت بقى جديد، جوز اختي اللي جايبهولي، وجايبهولي احمر. عارف ان انا بحب الالوان المترقعه دي، فهو جايبهولي زي ما انا بحب يعني، بس هو كبير شويه على رجليا، بس عادي يعني، حلو حلو. وبس. وجوزي كان جايب لي الطقم دوت بس على ذوقي انا بلبس على ذوقي انا، فكل لبس على ذوقي بصراحه يعني. عايزه اقول لهم تشكروا والله، وربنا يخليكم ليا وتجيبوا لي كده دايما. وانا بحب الهدايا قوي يا جماعه، بحب الهدايا وكمان المفاجآت، يعني بحب ان حد يكون عامل لي مفاجاه كده، يا سلام. و... وبس. وهو بقى كان جايب لي الكوتشي دوت، وكان جايب لابو انس بردك هديه وكان جايب لأنس بردك السماعات اللي هتظهر معاكم في اخر الفيديو. فبس دوت على مرات يعني، بس بصراحة جميلة السماعة، بحطها كده لو حد كلمني او حاجة بسمع المكالمات منها، فبصراحة حلوة اوي يعني. ببقى حطاها لو حد رن عليا، بفتح من السماعات وهي في وداني وبتكلم بقى، ولا امسك تليفون ولا اي حاجة. لا، حلوة وجميلة وصوتها حلو جدا، وبصراحة جميلة وشكرا قوي على الهدية الجميلة دي. هو كان في الامارات وجايب لنا الحاجات دي وهو جاي وبس. وعايزه اقول لكم بقى ان جوزي قال لي هتنزلي بالتيكت كده وهو في الكوتش. قلت له هنزل، ده انا بهزر، الكلام ده بهزر يعني. بقول له هنزل عشان الناس تعرف ان انا جايه لابسه كوتش جديد. اما قال لي طب براحتك. طيب يا بنتي، قلت له لا، وعملت ان انا ايه مش هقطعه كده، وقلت هلف لفه في الشارع وهقطعه، ونسيت اقطع التيكت ونزلت مشيت بيه في الشارع بالتيكت يا جماعه. والله العظيم اتحركت حته حرجه، اتكسفت قوي لان انا كنت يعني بهزر ونسيت ان انا اقطع التيكت ونزلت بيه، والناس شافتني لابسه التيكت. يا لهوي يا فضحتي في الشارع، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس لحقت قبل ما اخرج حته بعيده، بس المشكله دي اخرت اللي تهزر مع جوزها ما تسمعش كلامه او تعاند معاه. بس. تعالوا بقى نشوف بقى الخروجه بتاعتنا، احنا رحنا على الكورنيش. رحنا على الكورنيش واتمشينا شوية. وكورنيش يا جماعة ما بقاش حلو زي الاول، بقى وحش جدا، ما بقاش حلو زي الاول، في حتت كتير مقفولة ومش حلو زي الاول. فاحنا بقى اتمشينا لحد برج القاهرة، وقلنا هنطلع برج القاهرة، وقعدنا ناكل في ترمس. والترمس كان تحفة والله العظيم، كان جميل جدا، كان طعمه حلو او مظبوط. اول مرة اكل ترمس في الشارع كده يجي معايا مظبوط وزي ما انا بحبه بالظبط. وجبنا للاولاد فشار عشان يتسلوا عقبال لما نوصل لحد برج القاهرة، فكان بعيد اوي، اتمشينا كتير. وابني بقى قعد يعقب ويعمل حاجات كده غريبة في الارض، فما تركزوش معاه. بس كان مبسوط ودي يا جماعة برج القاهرة وجمال برج القاهرة. ما كنتش بصراحة ما كنتش رسمة خالص ان انا هطلع برج القاهرة. كنت قايلة ان انا هروح اتمشى على الكورنيش وكده انا وجوزي و بس، ونتغدى برا او نتعشى برا يعني، وبعد كده نروح. ليه ما كنتش عايزة اطلع برج القاهرة؟ لاني انا بخاف من الحاجات العالية، واقسم بالله عندي فوبيا، انا ما بحبش الادوار العاليه، بخاف جدا جدا. بس مش عارفه ليه المره دي كنت متحمسه قوي ان انا اطلع. لما لقيت بصراحه كورنيش وحش وما قعدتش هناك، لاني في مكان كده بحب اقعد فيه، بيبقى تحت كده في الكافيهات اللي بتبقى تحت اللي منها للبحر على طول، بحب اقعد فيها. فلقيتهم كلهم قافلين، فشجعت بقى ان انا اطلع برج القاهره واجرب الفكره دي، ما جربتهاش قبل كده لاني بخاف من الادوار العاليه. ماشي.
فقلت نجرب بقى انا وحظي. بس بصراحة تجربة 100 100. اللي بيخاف من الأدوار العالية هتطلع فوق هتنسى كل حاجة. مجرد ما بتشوف في البيوت حواليك، وكل بيوت ايه ده، انت بتشوف مصر كلها من فوق. مصر كلها، مصر كلها كده تشوفوها من فوق، تحسوا ان انتوا كده خدتوا نفس كده وطلعتوا كل الهموم اللي جواكوا. شفتوا لما بتقعدوا قدام البحر كده نفس الموضوع، يمكن على احلى كمان. والله العظيم اول لما طلعت حسيت براحة نفسية، ان انا شفت مصر كلها من فوق، وقلت يا على الجمال والحلاوة اللي احنا يعني موجودين تحت كده مش حاسين بيها. يعني موجودين في قلبها مش حاسين بيها، قاعدين في شقتنا مش حاسين بالنعم الجميلة والجمال بتاع مصر. اقسم بالله لما تطلعوا فوق هتحسوا بمصر وجمالها، وان احنا كتير مش قوي، قليلين وان احنا وما مش قليلين. تستهونوش بينا. احنا جامدين قوي قوي قوي. بجد احنا جامدين. انا معرفتش بصراحة قيمة البلد دي الا لما شفتها من فوق، وشفت قد ايه هي جميلة وقد ايه هي كبيرة وقد ايه احنا مش قليلين. طول لما انا كنت قاعدة في الشقة وقافلة على نفسي وما بخرجش الا في الحتت بس القريبة مني، ما كنتش حاسة بطعم الجمال اللي انا شفته من فوق. والله العظيم ما ببالغ، بس فعلا انا وجوزي حبينا الفكرة قوي. حتى جوزي قال لي نفس الكلام، قال لي فعلا انا استريحت جدا لما شاف المنظر من فوق كده. جميل جميل جميل. يعني دي تجربة ان شاء الله هجربها تاني. يعني هي اول مرة ومش هتبقى اخر مرة ان شاء الله، وبعدين يا هجربها تاني. جماعة، انا بقالي كتير قوي 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 ما خرجتش. وحتى لما جه علينا العيد وكده، يا دوبك رحنا فسحنا العيال مرجحناهم بس كده. فما كانش فيه خروجه ليا، يعني احنا فسحنا العيال بس اللي مرجحناهم ورجعنا. ومكان كان قريب يعني اللي هو يعني، بصوا عامة يعني ان انا المراجيح دي حاجة، وان انتوا تتفسحوا لنفسكوا ديت حاجة. انا كنت هسيب عيالي عند ماما، فكنت هسيب عيالي وقلت لا. قلت لا، زي ما هتفسح وزي ما هتبسط كمان ولادي يتبسطوا معايا. ولو انهم طلعوا ميتنا، والله العظيم طلعوا ميتنا. شايفين برج القاهرة ده من فوق؟ قعدوا يلفوا حوالين الدايرة دي كلها واحنا نلف وراهم. والله العظيم. وفي اجانب يا جماعة، وما ينفعش الكلام ده يحصل قدام الاجانب ابدا ابدا ابدا. فرجوا علينا الاجانب، والاجانب فضحنا قدامهم بجد بجد يعني. ربنا يسامحكم مش همشيكم معايا في سكة تاني. ماشي، ربنا يسامحك انتي بالذات. هي تجري وانا اجري وراها، ينفع؟ تكاوى. وبعد كده رحنا، خلصنا فسحتنا ورحنا عند صبحي كابر. ورحنا بقى نتعشى عند صبحي كابر بتاع الاكابر. واخدين بالكم انتوا؟ هو مش بتاع اكابر ولا حاجه، بس انا اللي مسميه الاسم دوت. بقول عليه صبحي كابر بتاع الاكابر. هو الاسم كده تركيبه حلو يعني. فانا اللي قايله عليه كده على فكره، والاسم ده انا اللي مفصلاه عليه. بس هو يعني حد بسيط خالص وحد عادي خالص، بس اكله حلو وربنا يوفقه يا ربي. ولقيت عنده يعني ناس كتير جدا، وهو حد معروف قوي ومشهور قوي على الفيس، ومعروف جدا واتصور مع ناس كتير وجه في التلفزيون، وحد مشهور يعني اللي ما يعرفوش. بس ما اظنش ان محدش عارف صبحي كابر. كل الناس عارفاه، لان في ناس كتير قوي من دول كتير بتروح لصبحي كابر تاكل عنده، فمعروف. يمكن انا اخر واحدة يعني اتكلمت عنه اصلا. بس انا ما بتكلمش على حد الا لما يكون انا جربت. فجربت وقلت اصور، وفعلا عجبني الاكل جدا بصراحة. يعني هقول لكم ايه، ابسط حاجة الملوخية والله العظيم تحفة تحفة. قريبة من الملوخية اللي احنا بنعملها كده، قريبة من الملوخية بتاعتنا. لا مش ملوخية مطاعم دي يا جماعة، دي ملوخية بيت يعني، بيت كده معمولة في البيت. طشة الملوخية اللي احنا بنعملها. لا الملوخية، بصوا انا الاكل ده عندي مزاج. فانا قد ما بوصف لكم الاكل كده تعرفوا ان الملوخية تحفة. الكفتة، الفراخ، طلبنا طرب وشوية حاجات كده تانيين. بس اللي عجبني والله العظيم اكتر حاجة الملوخية تحفة تحفة. الاكل كله جميل والله العظيم، تسلم ايديهم بجد. بس الملوخية فظيعة يا جماعة، فظيعة.
الكفتة حلوة جدا ومليانة لحم وطعمها بلدي بلدي. هو اصلا بيعمل اللحمة من مزارعهم، من مزارع بتاعة صبحي كابر، يعني لحمة بلدي، كل حاجة بلدي في بلدي. بس هو الحمام، بس الحمام ما عجبنيش قوي، بس عجب ناس تانية كتير، بس ما عجبنيش انا بصراحة. ما عجبنيش في ايه بالظبط؟ توابله كتيره، والتوابل الكتيره في الاكل بتضيع طعم الاكل. فالحاجه في المعقول بتبقى حلوه، يعني هما ممكن يعدلوا في الموضوع بتاع التوابل اللي بيبقى في قلب الحمام دوت، في قلب الخلطه بتاعه الرز، بس الحمامه نفسها اللحم مستوي جميل. طبعا بقى جبت لكم المقطع لما اتحط لنا الاكل وكده، وطشه الملوخيه اتطشت كده واحنا قاعدين، صراحه جميله وبتنزل سخنه كده وكلكم عارفين يعني. فبصراحة الأكل حلو جدا، يسلم أي حد هناك بيقدم خدمته صح، وبصراحة هما مقابلتهم حلوة جدا، وتحس ان واحد كده قاعد في بيته، يعني مكنتش قاعدة مكسوفة أو حاجة. زي ما بروح حتة تانية ببقى مكسوفة أصور وكده. فعايزة اقول لكم بقى ان انا يعني ايه، بشكر بردك المعلم صبحي كابر ان هو فتح المطعم الجميل دوت، ويا ربنا يزيده يا رب من نعيم الله. ومش بعمل اعلان والله العظيم يا جماعه، انا كنت بعمل ريفيو عادي خالص وكله جه في قلب كله، يعني مش بعمل اعلان وهو مش محتاج اعلان. انا ما كنتش بعمل اعلان خالص، بعمل ريفيو زي ما انتم متعودين ان انا بعمل ريفيوهات وحاجات من دي. فعايزه اوريكم بس طشه الملوخيه بتطش كده والواحد قاعد يا سيدي، والله العظيم جمال. الملوخيه كانت روعه روعه يا جماعه. فانتوا لما تروحوا اول حاجه تطلبوها الملوخيه، اهم حاجة. بس وبس كده، هسيبكم بقى مع الف سلامة، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.